الألغام والمقامات اللي حبيتها ودائما تحب تقرأ القرآن بيها. بصراحة أنا قبل بعد ما أكمل المسار اللي مشيت فيه بعد 2016 من تخرجت من الدورة القرآنية أكو حادثة صارت. هاي الحادثة هي اللي غيرت اتجاهي من القراءة المصرية إلى القراءة العراقية. ما شاء الله. أي هاي الحادثة اللي هي كانت طبعا شهودة للأسف واحد متوفي والثاني موجود، اللي هم السيد اسماعيل الصافي الله يرحمه برحمته الواسعه، استاذنا هذا المبدعين. اي نعم. وهو ايضا يقرا بالعراقي. اكيد. والقارئ الحاج عامر الخفاجي قارئ العتبه الكاظميه. كنا في المناره اعتقد بال 2017 او 18 يمكن 17 لين واعتقد ورا التخرج من هذه الدوره. قلت لهم انا تخرجت وكذا، ف وقت الحج الله يحفظه حج عامر فتح السماعه الداخليه مالت المناره قال لي اقرا. فمن قرأت كلش تأثر سيد اسماعيل الله يرحمه، قال لي أنت ما يصير تقرأ مصري نهائيا، المفروض تقرأ عراقي، حنجرتك عراقية وحتى تقطيعك للصوت هو تقطيع عراقي. نعم. بصراحة من ذاك اليوم كل اتجاهي تحول الى القراءه، بسبب سيد اسماعيل الله يرحمه. الله يحفظه الله يرحمه. القارئ صاحب متفضل جدا بهذه النقطه. البشاشه كان شخصني تشخيص صحيح، وصدق انا قمت من اقرا بالعراقي مرتاح اكثر من المصري. فبنقرأت دخلت بعالم العراقي، تاثرت بالمقامات اللي هي بصراحه جدا مشهوره، واثرت حتى بالعالم الاسلامي خارج العراق. مثل شنو حتى نختم بها البرنامج في ايه قرانيه في نغم محبب عند بلال الكاظمي؟ بصراحة هو نغمات مثل الدشت والهمام. احنا اختار لي واحد، قول لي حق اقرا هذا. واحد منهم؟ اي. وانا قريتها بصراحة بالافتتاح، اللي هو نغمة اي مو مشكلة نعيده. يلا سمعنا لامي ونختم به هذا البرنامج. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الله الله. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. أحسنت. صدق الله العلي العظيم. أحسنت.